ساكورا وفرقته قابلوا الزعيم اوميميا ولقوه شخص لطيف جدا وبيحب كل رجالته وبيحسسهم بالامان وهم معاه. وفي نفس الوقت ده بنلاقي فرقه شيشتورين جايين ومعاهم واحد من رجاله اوميميا اسمه ساكي، ولكن بيكونوا مبهدلينه ضرب ومرمطه. وبنلاقي تشوجي بيطلب من اوميميا انه يشارك في قتال جماعي ما بينهم كلهم، فبيقرر اوميميا انه يشترك في القتال هو وساكورا وفرقته ضد فرقه شيشتورين. بتبدأ حلقتنا النهارده وبنلاقي ساكورا وفريقه بيقابلوا الزعيم اوميميا، وبيقرب هيراجي منه وبيعرفه ان عندهم مشكله. وساعتها اوميميا بكل ثقه بيقول له انا عارف كل حاجه من غير ما تتكلموا. وفي اللحظه دي ساكورا وفريقه بيبقوا مندهشين جدا انه عارف المشكله اللي لسه حاصله في الشارع من شويه، لدرجه ان ساكورا بيفتكر ان اوميميا مخاوي جن او حاجه علشان المعلومات اللي وصلت له بسرعه البرق دي. ومره واحده اوميميا بيهزر مع هيراجي وبيكون شخص لطيف جدا وبيسأله بيقول له تحب تاكل ايه يا حبيب قلبي احضره لك على العشاء. وطبعا ساكورا وزمايله بيتفاجئوا من معاملة اوميميا مع هيراجي، لدرجة ان واحد من الفريق بيمسك ساكورا من التيشيرت بتاعه وبيقول له يستحيل يكون ده اوميميا رئيس المدرسة اللي هيحل مشكلتنا. وساعتها اوميميا بياخد باله وبيتكلم مع فرقة ساكورا وبيعرفهم الخضار اللي بيزرعوا في الجنينة، وبيكون زارع انواع كتيرة ومختلفة زي الطماطم والفلفل الاخضر والبتنجان والخيار والبامية. والله زي ما بقول لكم كده ده زرع فوق سطح المدرسه باميه. وطبعا كل الخضار اللي زرعه بيبقى من الانواع الفريده من نوعها. وفرقه ساكورا بيكونوا متضايقين جدا لان اوميميا مش مبطل كلام عن الخضار من ساعه ما قابلهم، وزي ما يقولوا كده مسك الحديده وما سابهاش. وساكورا بيحاول يحاجم اوميميا وبيقول له ان كل الخضار اللي هو زرعه اساسا شبه بعض ومفيش حاجه مختلفه فيهم. وطبعا اوميميا بيحس انه اتهزق في منطقته، فبيحلف له بالله ان الخضار اللي زرعه في البستان بتاعهم من الانواع الفريده اللي مستحيل حد يزرع شبهها ابدا. ومره واحده اوميميا بيمسك الزرعه اللي زرعها وبيدعي ربنا انه يرزقه بوفره في المحصول عن السنه اللي فاتت. وساعتها بنشوف ساكورا بيسال نفسه عن السر اللي مخلي الناس تحب اوميميا وتعجب بيه. وبعدها بنلاقي الشاب ساساكي منفعل جدا وبيتكلم مع اوميميا علشان يحكي له كل اللي حصل، وبيعرفه انه شاف لص في السوق وفضل يطارده لحد ما وصل لمنطقه شيشتورين، بس اللصوص اللي هناك اتلموا حواليه، اما هو فحاول يهرب منهم. واللصوص فضلت تطارده لدرجه انه افتكر انه ميت لا محاله. وبيكمل ساساكي كلامه وبيقول ان ساكورا وزميله اللي في الفريق هم اللي انقذوه من ايد اللصوص. وبنلاقي ساساكي بيبكي بحرقه كده وبيتاسف لاوميميا لان بسببه هيحصل صراع مع لصوص منطقه شيشتورين. اما اوميميا فبينادي على ساساكي باسمه، وساعتها ساساكي بيكون متفاجئ ان اوميميا عارفه. وهنا بنشوف اوميميا بيقول له انت خلقت صراع من لصوص منطقه شيشتورين، ولكن في المقابل انت انقذت المدينه بتاعتنا كلها. وبيطلب منه انه يهدى وبيعرفه ان مفيش داعي للاعتذار، وبيقول له سيب موضوع اللصوص ده عليا وانا هتصرف فيه بمعرفتي. وبعدها اوميميا بيسال ساساكي وبيقول له احكي لي بقى ساكورا وصاحبه دول انقذوك ازاي من اللصوص. فبيجاوبه ساكورا وبيقول له بص يا ريس، هما في الاول ركلوا واحد من اللصوص ركله قويه جدا وقعوا على الارض. وساعتها اوميميا بينفجر من الضحك لما بيعرف ان ساكورا استخدم الركل في ضرب اللص ده لدرجه انه بيشفق عليهم. ومن ناحيه تانية بنلاقي هيراجي بطنه وجعاه بسبب الاكل، وبيقول لاوميميا ان هو كمان كان معاهم لما ركلوا اللص ده، وبيعترف له انه غلطان وانه خجلان انهم استخدموا الركل في ضرب اللص. فاوميميا بيطلب من هيراجي انه ما يلومش نفسه على اي حاجه حصلت، وبيقول له انا اللي طلبت منك تراقب الاتنين دول فما تزعلش خالص من اي حاجه. في نفس الوقت ده بيظهر شاب من فرقه ساكورا وبيعرف اوميميا ان اللي خلص المهمه هو ساكورا مش هيراجي. وساعتها ساكورا بينفعل عليه وبيقول له يا عم اسكت بقى وما تتكلمش على الفاضيه والمليانه كده. فاوميميا بيسال ساكورا وبيقول له هو انت عملت معاهم مشكله يا صاحبي الصغير ولا ايه؟ فساكورا بكل حماس وقوه بيقول له الناس اللي انا ضربتهم كانوا بيستخدموا قوتهم وبيضربوا كمان الناس الضعيفه، وعلشان كده هو اهانهم وقال عليهم ان هم ناس سخيفه. فاوميميا بيقول له ده بقى كل اللي حصل ولا في حاجه تانية؟ فساكورا بيرد عليه وبيقول لا خلاص كده كل حاجه. وساعتها اوميميا بيطبطب بايديه
على راس ساكورا وبيقول له تصدق يا ساكورا انت عندك حق، انا بقالي فتره برضو بقول عليهم ناس سخيفه جدا. ومره واحده بنلاقي اوميميا بيشكر ساكورا لانه دافع عن ساساكي وحمى عيلته، وبيعرفوا انه كسب اخ جديد يقدر يثق فيه في اي وقت. وفي اللحظه دي ساكورا بيحس انه مطمن وهو مع اوميميا، وعلشان كده بيعرف سر انجذاب الناس لاوميميا وبيكون ان هم بيحسوا معاه بالامان. وفجاه بنلاقي ساكورا بيشيل ايد اوميميا من على راسه وبيقول له من امتى بقى واحنا اخوات؟ ده انا لسه راجل عارفك من دقايق. فاوميميا بيرد عليه وبيعرفه انه بيتعامل مع الناس كلها في منطقته ان هم عيله واحده. وبعدها هيراجي بيجيله مكالمه على تليفونه من كاجي، ولما بيكلمه بيلاقيه مش بيرد عليه. وفي نفس الوقت ده بنلاقي قائد شيشتورين تشوجي تومياما وبيبقى في الشارع ومعاه ميكروفون كبير وبيسحب وبيسحل كاجي على الارض، وبينادي كمان على اوميميا وفرقه ساكورا وبيعرفهم كمان على نفسه. وبنشوف تشوجي بيطلب من اوميميا انه يخرج من مكانه ويقاتله هو وكل اللي معاه. وساعتها بنلاقي واحد من فرقه ساكورا بيكون خايف جدا ومرعوب ان فرقه شيشتورين جايين وعايزين يقتلوهم. وبنشوف ساكورا بيعرف ان الراجل التاني في فرقه شيشتورين اسمه جوتوغامي، وبيعرف كمان انه اقوى بكتير من تشوجي. ومره واحده بنلاقي ساكورا بيكون فرحان جدا لانه لقى شخص قوي جدا علشان يواجهه. وبعدها اوميميا بيستعد وبيلبس الجاكيت بتاعه وبينزل الشارع علشان يواجه فرقه شيشتورين، وبنلاقي فرقه ساكورا بتنزل معاه. فاوميميا بيطلب من فرقه ساكورا ان هم يفضلوا في اماكنهم ومحدش يتدخل في المعركه اللي هتحصل ما بينه وبين فرقه شيشتورين. بس بنلاقي ساكورا بيعترض على كلامه وبيطلب منه انه يتدخل معاه في المعركه. وساعتها اوميميا بيقول له انا مش هكرر الكلام مره تانية وعايزك تسمع الكلام من غير اي اعتراض. وفجاه ساكورا بيحس انه بالفعل خايف من اوميميا وان كلامه اثر فيه وبيكون فعليا مش قادر يتحرك من مكانه. اما اوميميا فبيرحب بتشوجي وبيطلب منه يسلمه كاجي. وساعتها ساكورا بيشوف تشوجي بيضحك كده وهو بيتكلم مع اوميميا وبيعرف ان تشوجي ده شخص قوي جدا ولا يمكن اي حد يستهين بقوته. وتشوجي بيعرف اوميميا ان هم كده خالصين وبيقول له ان هم ضربوا واحد من عندهم زي ما اصحابه ضربوا واحد من فرقته. وبنلاقي تشوجي فرحان جدا وعمال يلف حوالين اوميميا وبيعرفوا ان هم بكده متعادلين وشيل ده من ده يرتاح ده عن ده. فاوميميا بيقول له انا مش بنكر ان فريقنا هو اللي غلط الاول في حق فرقتك وانك كمان قدرت تنفس عن غضبك وضربت عدد كبير من رجالتي وكده بنعتبر ان الامر متعادل ما بيننا. وبعدها بنلاقي اوميميا وتشوجي واقفين قصاد بعض ومره واحده تشوجي بيجري باقصى سرعه في اتجاه اوميميا وبيضربه برجله، ولكن اوميميا بيقدر يتفادى ضربته بكل سهوله وبيعرفوا انه لسه سريع في حركاته وهجومه. فبنشوف تشوجي بيبعد عنه وبيقول له يلا بقى يا معلم الدور جه عليك ورينا شطارتك في الهجوم. فاوميميا بيساله بيقول له ما تجيب من الاخر وتعرفني انت ليه ميت على القتال بالشكل الاوفر ده. فتشوجي بيرد عليه وبيقول له انا مش عايز القتال انا عايزك انت. وبيعرفوا انه من وقت ما بقى رئيس شيشتورين وهو حاسس بالملل ومفيش حاجه جديده يعملها. وبنشوف تشوجي بيكمل كلامه وبيقول لاوميميا انت كمان رئيس فرقتك بس طول الوقت انت مبسوط وفرحان وبتضحك من قلبك على عكسي تماما. وعلشان كده بيعرفوا ان ده مفهوش اي نوع من انواع العدل وبيوضح له انه بسبب ده فعايز يحتكر فرقه اوميميا لنفسه هي وكل اللي فيها. فاوميميا بيقول له انا دلوقتي بقى فهمتك، انت اكيد الفتره اللي فاتت واجهت صعوبات في حاجات كتيره جدا، ولكن تشوجي ما بيكونش فاهم قصد اوميميا ايه. وفي اللحظه دي بيظهر مجموعه من فرقه تشوجي وبيقربوا منهم وبيعرفوا اوميميا انه ما ينفعش يتكلم مع الزعيم بتاعهم تشوجي بالشكل السخيف ده. وبعدها بيقرب زمايل تشوجي بقياده جوتوغامي علشان يبدا المعركه مع اوميميا. وبنلاقي ساكورا واصحابه في الفريق بيقربوا من اوميميا علشان يستعدوا لمواجهه فرقه شيشتورين. فاوميميا بيطلب منهم يرجعوا لمكانهم ويستنوه لحد ما يخلص الموضوع مع فرقه شيشتورين، ولكن ساكورا بينفعل على اوميميا وبيقول له انا مش هينفع اسيبك تواجههم لوحدك. وساعتها تشوجي بيطلب منه انه يشارك في قتال فردي. فجوتوغامي بيقرب منه بيقول له للاسف مش هينفع تدخل في قتال فردي في المكان هنا، وبيشاور له كمان على المدرسه بتاعه اوميميا. وبنلاقي عدد كبير من الطلاب موجودين ومستنيين اشاره بس من اوميميا للهجوم على فرقه شيشتورين. فاوميميا بيطلب ان مفيش حد يتحرك من مكانه غير باذن منه وبيقرب من تشوجي وبيوافق على طلبه وانه يواجهه في مباراه فرديه ما بينهم. وبنشوف افراد من فرقه تشوجي وفرقه ساكورا بيحصل ما بينهم مشادات كلاميه، وساعتها بنلاقي جوتوغامي بيهديهم وبيطلب من تشوجي انه يكمل المباراه الفرديه في يوم تاني علشان الدنيا بقت ليل وده هيكون فيه صعوبه في الرؤيه. ولكن تشوجي بيصمم على رايه وبيطلب من اوميميا انه يعمل قتال جماعي ما بين الفرقتين
فرقتين في وقت واحد. فأوميميا بيستغرب جدا من اقتراح تشوجي ده، وبنشوف توجامي بيعرفهم ان دي فكرة ممتازة لان كلهم هيشاركوا في القتال الجماعي ده، وبيبدأ كمان في توزيع القتالات، وتشوجي هيواجه أوميميا وجو توجامي هيواجه ساكورا، وبيتوزع باقي افراد فريق شيشتورين على باقي افراد فرقة ساكورا. وأوميميا بيطلب من تشوجي ان القتال يقتصر عليهم هم وبس، ولكن تشوجي بيرفض وبيقول له كمان ان هم ممكن يبداوا القتالات كلها في نفس الوقت. وساكورا بيعرفه انه موافق على اقتراحه لانه هيكون ممتع بالنسبه له. وبعدها بيظهر واحد من فرقه شيشتورين اسمه ساكي، وبيطلب كمان انه يواجه هيراجي. وساعتها بنلاقي هيراجي بيطلب من أوميميا انه يشارك معاهم هو كمان، وبكده بنلاقي ان في 5 من فرقه أوميميا هيواجهوا 5 من فرقه تشوجي. وبنروح بعدها لمقهى بوثوس، وبنشوف ساكورا وفرقته موجودين هناك وبيتعشوا، وبنعرف ان القتال هيبدا بكره ما بين أوميميا وفرقه تشوجي. وساعتها بنشوف نيري منفعل جدا ومتضايق بسبب ان ساكورا ورطهم في قتال مع فرقه شيشتورين. وبنلاقي الفتاه كوتوها بتقدم الاكل لنيري، وبتطلب منه انه يهدى خالص وياكل كويس علشان يعرف يفكر كويس. ونيري بيفكر لو ان أوميميا خسر بكره في القتال من تشوجي ايه اللي ممكن يحصل. فساكورا بيعرفوا ان ساعتها بو فورن هيتم السيطره عليها من فرقه شيشتورين. وكوتوها بتحاول تطمنهم وبتعرفهم ان الدنيا هتعدي بخير خالص، وبتطلب منهم ما يتوتروش لان أوميميا قوي جدا وقادر يتصرف في المواقف الصعبه اللي زي دي. وفي الوقت ده بنلاقي ساكورا بياكل بسرعه جدا وعايز يتحرك من المكان، فزمايله بيعرفوه ان أوميميا قال لهم انه هيبعت لهم ناس من فريقه علشان توصلهم بعد ما يتعشوا. وبعدها بيوصل ساكي للمطعم وبيقابل كوتوها وبيعجب جدا بتسريحه شعرها، وبيعرفها كمان انه هيسلمها في الصيف مجموعه من المزروعات اللي أوميميا زارعها. ومن بعيد ساكورا بيكون قاعد وبيراقب الموقف، وبيبقى منفعل جدا وغضبان لانه بيحس ان ساكي بيحب كوتوها. وساعتها كوتوها بتسمعه وبتقول له ان تفكيره غلط جدا، وبتطلب منه ما يكونش غبي كده. فساكي بيرد عليه وبيقول له ما تخليش خيالك يسرح يا برنس. ومره واحده بيفاجئوا بيعرفوا ان كوتوها تبقى اخته الصغيره. فساكورا بيكون مش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل خالص، وكوتوها بتقول له انها هي وساكي اتربوا في نفس السكن مع بعض وهم صغيرين. وساعتها بنلاقي ساكورا اطمن وقلبه استريح لما عرف الحقيقه. في نفس اللحظه دي بيكون هيراجي موجود في المكان، وبيعرفهم ان أوميميا بيحب كوتوها جدا، ولو عرف انها تعرضت لاي اذى هيزعل اللي ضايقها جامد جدا. وهنا بنلاقي ساكورا بيخاف من كلام هيراجي. وبعدها بنلاقي هيراجي قاعد مع ساكورا واصحابه وسرحان، وواحد من فرقه ساكورا بينادي عليه علشان ياكل، ولكن هيراجي بيعرفه انه كان بيفكر في فرقه شيشتورين من قبل كده. ومره واحده ساكورا بيفتكر كلام أوميميا معاه لما كان بيقول له ان فرقه شيشتورين بقوا سخفة على عكس الاول. وبنلاقي ساكورا بيسال هيراجي وبيقول له هل هم فعلا كانوا مختلفين زمان يعني عن دلوقتي؟ فبيرد عليه هيراجي وبيقول له ان فرقه شيشتورين كانت زمان بتدور على القوه في القتالات وبس، وان كان في وسطهم ناس سريعه في انفعالاتها، ولكنهم ما كانوش بيطاردوا طلاب الاعداديه ولا بيأذوهم. وبيكمل هيراجي كلامه وبيقول لهم ان في مره كده حصل اشتباك ما بين فرقه شيشتورين وطلاب الاعداديه، وكان الاشتباك عنيف جدا وممتع في نفس الوقت. وبعدها بنعرف ان تشوجي اول ما بقى القائد بتاع فرقه شيشتورين بداوا يستخدموا قوتهم في الاعتداء على الناس. وساعتها هيراجي بيكون مستغرب السبب اللي وصل فرقه شيشتورين للشكل ده. وبعدها هيراجي بيعرفهم ان هم بكره هيتكلموا كلهم مع فرقه شيشتورين. فواحد من فرقه ساكورا بيقول له ان بكره ميعاد القتال ومفيش مجال للكلام، ولكن هيراجي بيقول له ان القتال هو عباره عن محادثه ما بين الخصوم، لان ممكن من خلال قبضه الايد تعرف مدى قوه الخصم اكتر من القتال باللكمات، ومفيش حد هيقدر يفهمها غير المقاتلين وبس. وفي الليل بيخرج الجميع من المطعم، وبنشوف كاجي بيشكرهم لانهم انقذوه من فرقه شيشتورين، وبيقول لهم انه كان مستني الفرصه المناسبه علشان يشكرهم. وبعدها ساكورا بيتحرك في الشارع لوحده وبيفتكر كلام هيراجي لما قال له ان المعركه هي المحادثه وان القبضه هي اللغه، وبيقول لنفسه انه عمره ما فكر في الموضوع من وجهه النظر المختلفه دي. وتاني يوم الصبح أوميميا وساكورا وفرقته بيوصلوا للمكان اللي هيقابلوا فيه فرقه شيشتورين لمواجهتهم. وساكورا بيقول لنفسه انه عمره ما قاتل قبل كده لصالح شخص تاني غير نفسه بس، وبيكون مش عارف ايه السبب اللي خلاه يعمل كده، ولكن بيبقى متاكد ان المره دي حاسس بثقه وانه مستحيل يخسر التحدي ده. ولما بيوصلوا كلهم بيلاقوا افراد فرقه شيشتورين مستنيينهم في المكان اللي هيحصل فيه القتال، وبنشوف تشوجي بيرحب بيهم جدا وبيطلب منهم يدخلوا لساحه القتال. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل القتال هيستمر ولا في حاجه مختلفه ممكن تحصل؟ كل ده واكتر هنعرف
نعرفه في الحلقة الجاية. اكتبوا لي بقى يا أصدقائي في الكومنتات إيه أكتر جزء عجبكم في حلقة النهاردة، واكتبوا لنا كمان تخميناتكم وتوقعاتكم للأحداث اللي جاية، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد من عندنا أول بأول. أشوف بقى وشكم على خير يا أبطال. سلام.